كنت خايف لما تعرفيش توصلي. ليه قالوا لك عليا خواجايه؟ لا مش القصد، بس الحته مقطوعه. اهلا وسهلا يا مدام، شرفتينا ونورتينا. اهلا يا حاج. اهلا بيكي. هي دي بقى حته الارض؟ ده ارض مبروكه ورزقها واسع. حاسبي يا مدام، الارض طريه. ولا يهمك. مساحتها قد ايه؟ فدانين وتلت يا هانم. وعايز تبيع بكام؟ خلي بالك انا فلوسي كلها جاهزه. بصراحه انا كنت طالب 80,000 جنيه في الفدان، فعشان خاطرك وخاطر الفلوس الجاهزه ب 75,000. وانا اشتريت يا حاج. والف بركه. طبعا اذن. اتفضلي. بقول لك ايه؟ ايوه يا مدام. تتصل بالمحامي وتحدد معاه ميعاد عشان يجي يخلص مع الحاج. بس بقول ايه يا مدام، انت استعجلتي قوي، الارض دي كان ممكن تخلص على 70,000. يا واد ما تبقاش عبيط، الارض كل يوم بتغلى، اعمل اللي بقول لك عليه. بص بقى، بص كويس، الشكل ده ما شفتوش قبل كده. الحقيقه يا مدام الواحد اتعرض عليه خلق اشكال والوان، ولا شكل فيهم لزق في النافوخ. يا واد بحلق كويس. بص. لا يا مدام ما يعرفوش، ويطلع مين عبد الحميد رأفت ده؟ واحد من المهمين في البلد. ربنا يزيد لنا فيهم ويبارك. لا يا مدام ما كدبش عينيا، ما اعرفوش. ما هو حاجه من الاثنين، يا اما حقن الماكس خلتك اطبش وما بتشوفش، يا اما انا بقى اللي مخي ساح. يا مدام. نفذ اللي بقول لك عليه واتصل بالمحامي قبل ما حد من العتاوله الكبار يلهى الارض. حاضر. يلا سلام عليكم يا رجاله. مع الف سلامه يا سهانم. انستي وشرفت. خطوه السد. شرقي. سمويها بشمالك. بالشمال يا سونيا. ناعم يا سونيا، ناعم قوي. حلوة. ايوه ايوه كمان. نعم. ايوه برافو سونيا، برافو سونيا. بقى بصي دي بقى، بصي دي. كمان مرة. في المسجل ابراهيم. من حق النصب السياسية ايا كانت واينما كانت ان تتحسس طريقها السياسي، تخش في تجربة انظمة مختلفة من اجل الوصول الى شكل سياسي يلبي رغبات الجماهير وطموحاتها. من هنا، ودي مسألة حتمية، جاءت تجربة التعدد الحزبي اللي حضرتك اشرت اليه. انا احب اضيف لكلام سيادة الوزير عبد الحميد ان الاحزاب السياسية الموجودة انت مهتمة بالسياسة؟ تعبر عن القوى السياسية زمان الموجودة في الشارع المصري. اللي حققناه في مجال السياسة الخارجية واللي أصبح ليه وزن. عبد الحميد ده رأفت راجل مهم جدا، ازاي انا ما كنتش واخد بالي منه؟ افتكرته؟ بصراحة هو شكله مش غريب عليا، اصل انا مش مهتم بالسياسة، ما بحبهاش، دي حتى نشرة الاخبار بالعربي ما بشوفهاش. بس لو حضرتك رجعت الشريط ده تاني يمكن قوي مخي يقول حاجة. مخك مش هيقول حاجه عشان الهبال اللي بتاخده ده سيحه. بس انا بقى رجعت الشريط في دماغي من ساعه ما شفت صورته وعرفت هو مين. السياسة بتمثله بالنسبة لباقي الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية الآن. أنا أؤكد لجماهير الوطن الحبيب إن الحزب الذي أنتمي إليه، وهو في نفس الوقت حزب الجماهير، هو الحزب الذي يعمل بصدق دون الدخول في مزايدات أو مهاترات من أجل ديمقراطية صحيحة.
حالا يا بهوات هشوف لحضراتكم ترابيزه. لا ما تتعبش نفسك، احنا مش جايين نسهر، احنا جايين في مهمة. عايزين نقابل مدام سامي. اتفضلوا. وصل الجواب حضرة مدام سوري. دول معايا يا بهوات، اتفضل. ترتر البهوات عاوزين يقابلوا مدام سونيا. اتفضل يا حضرتك، اتفضل. مين فيكم ترتر؟ عايزين نقابل المدام. سوري، المدام ما عندهاش وقت تقابل اي حد خالص، يا دوبك عندها 7 دقايق تغير فيهم بدله الراس وتاخد نفسها يا حبيت عيني. احنا عايزينها دقيقة واحدة من ال7 دول. صعب قوي. الروح فسح يا سيدي، فسح فسح. قال مين حضرتك؟ ما تعرفناش. فل يا روحي، كلك نظر. انا مدير اعمال المدام. واسمك كريم ايه؟ شفيق ترتر. عاشت لسامي. قال ممكن يا سي ترتر تدي الكارت ده للمدام وتقول لها ان انا عايز اقابلها حالا؟ يلا يا اخويا. من عينيا. لسه شويه. انا ترتر. اشوف حسنك اسمي عليك مين الحسد، ولا مرة بتيجي يم ولا مرة بتقصر. خير في ايه؟ في راجل بره باين عليه من اللي بيضربوا لهم تعظيم سلام، مناخيره لفوق وانزوح قوي، وقال ايه؟ عايز يقابلك حالا وكارت اهو.